انا بفرز معايا البطاطس في شهر رمضان، بحيث ان هي تكون سهلة عليا في وقت السحور، او لو هعمل بطاطس محمرة جنب الفطار في حاجة وكده، تكون سهلة عليا ان انا اخرج الكيس واحمره على طول. اول حاجة في تفريز البطاطس ان انا اختار، واهم حاجة مش الطريقة في حد ذاتها، ان انا اختار نوعية البطاطس اللي مناسبة للتفريز. اولا ان انا هختار بطاطس تكون جلية. طيب، بطاطس الجلية من افضلها البطاطس الرملية، اللي هي بيقولوا عليها في السوق يعني ان هي بطاطس صيفة. يعني ايه صيفة؟ يعني ما فيهاش اي سوائل ناشفة، ما فيش مية هتخلي البطاطس تعجن معاكي او ان هي تفسد معاكي في الفريزر. فتفريز البطاطس سهل جدا على فكرة. في ناس كتيرة بتخاف ان هي تفرز بطاطس، بس تفريز البطاطس سهل جدا وعملي و... ويعني انت ما عندكيش وقت تقشري ولا تقطعي بطاطس، كيس في ثواني هتطلعيه من غير ما يفك على صينية، على طاسة الزيت بتاعتك او الاير فراير، على لو كان عندك اير فراير. طيب، اول حاجة اخترنا زي ما قلت لكم نوع البطاطس. بطاطس تكون جلية، بطاطس اللي هي رملية، اللي هي فيها علامة حمراء. بعد كده بقشر معايا البطاطس وبعملها صوابع. بحاول ان يكون الصباع مليان معايا شوية، صباع البطاطس مش رفيعة، علشان يكون ماسك روحه في التفريز. وبعد كده بجيب حلة على البوتاجاز، بحط فيها مية بتغلي معايا المية، بنزل بمعلقة كبيرة من الملح، وبعد كده معلقة من الخل. بعد كده بنزل بجزء من البطاطس بتاعتي، بتاخد غلوة واحدة بس في المية، مش بخليها تزيد عن غلوة واحدة، لان انا بطلع البطاطساية زي ما انا وريتها لكم بتكون ماسكة روحها، يعني مش مهرية معايا ولا مستوية ولا دخلت في سوا. انا بشمع البطاطس بتاعتي علشان احميها من ان هي تسود في الفريزر.